الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم. لو أول مرة بتشوفني يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس وما تبخلش عنا باللايك الجميل للفيديو. إن شاء الله يا جماعة هنعمل لكم وصفة جميلة وسهلة وكمان اقتصادية وموفرة. هنعمل طاجن مكرونة باللحمة. طبعا يا جماعة ممكن تعملوها باللحمة، ممكن تعملوها بالفراخ أو بالجمبري أو ممكن تتعمل سادة حسب الرغبة. فيلا بينا يا جماعة، لو حابب تعرف إحنا عملنا الطاجن ده إزاي يلا بينا على الفيديو. الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم. النهارده نعمل لكم وصفة جميلة ومميزة وكمان سهلة يا جماعة واقتصادية. إن شاء الله نعمل لكم طاجن مكرونة باللحمة. الطاجن ده يا جماعة بيتباع في المحلات بمبالغ كبيرة جدا. فيلا بينا نبدأ كده ونقول المكونات بتاعتنا. معانا كيس مكرونة قلم، معانا طماطم حوالي كوبايتين طماطم معصورين، معانا بصلة وفلفل. ده فلفل بارد يا جماعة، اللي عايز يحط فلفل حامي مفيش مشكلة خالص. ومعانا نص كيلو لحمة مفرومة. التوابل بتاعتنا عبارة عن معلقة سكر ومعلقة ملح صغيرة وفلفل أسمر ومرقة دجاج. يا جماعة المرقة دي مصري مش مقاطعة. ومعانا معلقتين زيت وفصين توم مهروسين ومعلقة صلصة وجبنة موتزاريلا يا جماعة للتزيين في الآخر علشان لما ندخل المكرونة بتاعتنا الفرن. فيلا بينا كده نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعة هننزل بمعلقتين الزيت بتوعنا، بعدين هنحط الثوم، نبدأ يا جماعة نقلب الثوم كده لحد ما يحمر معانا. الأكلة دي يا جماعة أكلة جميلة ومشبعة وبتتباع في المحلات بمبالغ كبيرة جدا. وانتوا عارفين إن هدف القناة بتاعتنا إن إحنا بنعمل كل حاجة موفرة واقتصادية، فدي من ضمن سلسلة الوصفات بتاعتنا اللي إحنا بنعملها. ودي أكلة شتوية يا جماعة جميلة تتاكل في الشتاء. فكده التومة بتاعتنا بدأت إن هي تاخد اللون الذهبي. هننزل الصلصة بتاعتنا، هننزل بالتوابل يا جماعة بتاعتنا. طبعا نبدأ نقلب كل ده كده مع بعضيه. ومعانا يا جماعة كوباية مية هننزل بيها عشان احنا عايزين الصلصة بتاعتنا خفيفة شوية، ونسيبها يا جماعة كلها تتسبك مع بعضها ونروح عشان نعصر اللحمة بتاعتنا ونرجع لكم تاني. سيبنا يا جماعة الصلصة تتسبك كويس على النار. هنعمل بقى المكونات بتاعتنا دلوقتي. هنعصر اللحمة. معانا طاسة وهنحط معلقتين زيت، وبعدين هننزل بالبصل بتاعتنا، ومعانا يا جماعة فلفل. طبعا عايزين تحطوا فلفل بارد أو فلفل حامي، أنا اخترت فلفل بارد. وهنبدأ نقلب. طبعا يا جماعة ممكن المكرونة تتعمل بالفراخ عادي أو باللحمة أو بالجمبري أو بالسلق، وممكن تتعمل سادة خالص من غير أي حاجة، من غير لحوم. هي ليها كذا طريقة يعني. نحط التوابل بتاعتنا يا جماعة. معانا ملح وفلفل أسمر، بس يا جماعة كلنا نصلي على النبي في التعليقات وندعي لإخواتنا في الفلسطين بالنصر بإذن الله تعالى. يا جماعة كلكم تفعلوا معانا كده بإذن الله، وتشيروا القناة لأصحابكم وإخواتكم علشان عايزين نكبر ونعمل عيلة كبيرة على اليوتيوب. طبعا إن شاء الله تعالى الأيام اللي جاية هنعمل لكم وصفات شتوية، وصفات جميلة، يا رب تكون عجبكم بإذن الله. طبعا يا جماعة تمام. هننزل بقى باللحمة بتاعتنا كده، بس البصلة بردت شوية. معانا طبعا نص كيلو لحمة مفرومة، بتاعتنا تبدأ تتسبك يا جماعة وتستوي كده في الشغلانة بتاعتها. هننزل بالصلصة بتاعتنا ونسيبها تتسبك شوية ونرجع لكم عشان نرص الطواجن بتاعتنا وندخلها الفرن. يا جماعة بعد ما اللحمة بتاعتنا استوت كويس هنبدأ بقى الفقرة الأخيرة وآخر حاجة في الوصفة بتاعتنا النهاردة. هنبدأ نرص الطاجن بتاعنا. أنا ممكن نحط اللحمة في الأول وبعدين المكرونة، وممكن اللحمة في النص أو في الآخر بأي طريقة أنتوا حابين. فأنا هحط اللحمة في الأول أهو،
واحط يا جماعه المكرونه. ونبدا ننزل في الصلصه بتاعتنا المكرونه. طبعا الصلصه يا جماعه تغطي المكرونه كلها كويس عشان المكرونه بتاعتنا تتشرب وتستوي كلها. يا جماعه جبنا موزاريلا على الوش حسب الرغبه زي ما انتوا عايزين، اللي مش حابب ما يحطش مش مشكله خالص. ونكمل باقي الطواجن بتاعتنا ونرجع عشان نقول راينا ايه في الوصفه بتاعتنا النهارده. يا جماعه كان الشكل النهائي للوصفه بتاعتنا النهارده بصراحه يا جماعه طالع تحفه وبعظمه، وبصراحه جميله جدا، يا ريت كلكم تجربوها. انتوا عارفين طبعا الغرض من القناه ان احنا بنعمل كل حاجه اقتصاديه وموفره وكمان على قد الايد. طبعا احنا حطينا اللحمه من تحت في الطاجن، لو انتوا حابين تحطوها في النص او من فوق زي ما انتوا عايزين. وده كان شكل الطاجن بتاعنا بعد ما علقناه. وهنا يا جماعه كانت الجبنه الموتزاريلا من فوق. فيلا بينا كده نجرب وندوق نقول راينا ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. ده يا جماعه الشكل اهو، بصراحه طلع جميل، وان شاء الله يبقى طعمه جميل باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بصراحه يا جماعه طعمه عظيم وجميل، يا ريت كلكم تجربوا الوصفه وتقولوا لنا رايكم ايه في التعليقات. لو وصلت معانا اللحظه دي في الفيديو يا ريت تصلوا على النبي في التعليقات وتدوسوا لايك عشان يوصلكم منا كل جديد. يحبكم في الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.